السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد سالم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب ميدل 1 الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل بارت 2 حل أسئلة على يونت 1 lessons 1 and 2. هنتكلم النهاردة أو هنشرح النهاردة أو هنحل أسئلة على زمن البريزنت سيمبل. فيلا بينا، احنا في page 25. أول سؤال عندي بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 علي late for school. late دي صفة. He always comes early. هو دايما بيوصل بدري. طب ينفع يبقى بيوصل بدري ويوصل متأخر ولا عمره ما بيوصل متأخر؟ يبقى أنا عندي never is و is never. ايه الصح؟ لا، am و is و are قبل ظروف التكرار. يبقى is هتيجي قبل مين؟ قبل never. يبقى الإجابة الصح علي is never late for school. يعني علي عمره ما بيبقى متأخر عن المدرسة. ليه؟ he always comes early. هو دايما بيوصل بدري. Number 2 his tablet for homework. هو عايز اقول له هو بيستخدم التابلت بتاعه في الهوم وورك. يا ترى اقول له never use؟ طبعا هي ما ينفعش معاها مين؟ use. المفروض اقول uses لان هي وشي وات والسنجلر نون بياخد الفعل فيه اس. يبقى اقول له مين؟ usually uses. طب تنفع uses often؟ no طبعا، لان ما ينفعش الفعل يجي قبل ظروف التكرار. uses always لا طبعا، ما ينفعش الفعل يجي قبل ظروف التكرار. يبقى الفعل العادي بيجي بعد ظروف التكرار. وفي قاعدة بتقول لي am و is و are قبل ظروف التكرار، والفعل العادي زي كلمة use بعد ظروف التكرار. احنا اتفقنا ان هي هياخد الفعل فيه اس. يبقى الإجابة الصح he usually uses his tablet for homework. يعني هو متعود يستخدم التابلت بتاعه في الهوم وورك. هروح لنمبر 3 I always. I بتاخد الفعل في الانفينيتيف. طب عرفنا منين ان هو زمن present simple؟ عشان كلمة مين؟ always. لان always من ظروف التكرار اللي هما always و usually و often و sometimes و never و rarely. كل دول اسمهم ظروف التكرار او adverbs of frequency. فبيقول لي I always اخد مين؟ check. يبقى I هتاخد الفعل في الانفينيتيف من غير اي اضافة. Number 4 how do you use the computer in your school? we usually. لقيت في الإجابة ظروف التكرار. يبقى أسأل بهاو often. how often معناها كم عدد المرات. السؤال بيقول لي how often do you use the computer in your school؟ كم عدد المرات اللي انت بتستخدم فيها الكمبيوتر في المدرسة؟ هقول له we usually use it at school. احنا متعودين نستخدم الكمبيوتر فين؟ في المدرسة. نمبر 5 he. ولقيت عندي مين؟ usually. usually معناها عادة، برضو من ظروف التكرار، بتدل على زمن البريزنت سيمبل. اقول له he usually هو متعود. طب he وشي وات. he وشي وات ومعاهم السنجلر نون بياخدوا الفعل فيه اس او اي اس او اي اي اس. هقول له he usually searches بيبحث for news بيبحث عن الأخبار and reads e-books وبيقرأ الكتب الإلكترونية. Number 6 we play online games. بنلعب games online for 1 hour لمدة ساعة then we stop. هقول طيب هنا عندي play present simple. طب فين التايم اكسبريشن اللي بيعبر عن البريزنت سيمبل؟ اكيد usually، لان last بيدل على الباست واجو بيدل على الباست وايفر من علامات زمن البريزنت بيرفكت. انا عايز البريزنت سيمبل يبقى usually. Number 7
how often معناها كم عدد المرات. how often بيجي بعدها يا do يا does، يبقى how often do أو how often does. طب أنا هختار do ولا does بناء على إيه؟ قال لي بناء على السبجكت الفاعل، لقيت عندي you يبقى ياخد do. يبقى how often do you use technology in your day؟ كم عدد المرات اللي انت بتستخدم فيها التكنولوجيا في يومك. نمبر 8 my father my father اللي هو he forgets لقيت الفعل فيه ايه اس. طب انا عايز هنا نفي، he بياخد الاس والاي اس والاي اي اس، وفي النفي بياخد doesn't. انا عندي doesn't. قال لي لا بس انا عندي كمان never، يبقى doesn't و never بيجوا في النفي. طيب امتى اخد doesn't؟ لو جالي infinitive، يعني الفعل ما فيهوش اس، ما فيهوش اي دي، ما فيهوش اي ان جي، مش في الماضي. طب امتى اخد never؟ لو انا عندي مثلا my father ولقيت الفعل فيه اس، يبقى اخد مين؟ never، لان never بتقبل الاس في الفعل اللي بعدها، اما doesn't ما ينفعش يجي الفعل اللي بعدها فيه اس. he studies well for his exams، يعني هو بيذاكر بشكل كويس من اجل الامتحانات بتاعته. that's why he gets good marks، عشان كده بيحصل على درجات عالية. يبقى هو بيذاكر. never عمره مش بيذاكر، ولا rarely نادرا، ولا ever، ولا always؟ اقول له he always، هو دايما بيذاكر كويس، عشان كده بيجيب الفول ماركس. طيب نمبر 10 they go to the park on weekends، بيروحوا الحدائق في الايه؟ في الويكندز، يعني في اجازات نهاية الاسبوع. to enjoy nature، عشان يستمتعوا بالطبيعة. it's their habit، يبقى هنا في عادة بيروحوا. طب doesn't و don't و never كل ده نفي، يعني مش بيروح، لا هو عايز ان هم متعودين. من الكلمة اللي بتساوي كلمة habits؟ usually معناها عادة، و habits معناها عادات. طيب number 11 she like adventure stories. هنا بتكلم على ايه؟ ان البنت بتحب قصص المغامرات. طب she اللي she بتاخد الاس والاي اس والاي اي اس، وفي النفي تاخد مين؟ doesn't، يبقى اقول له she doesn't. طب يا مستر ما هي she برضه ممكن تاخد مين؟ isn't. قال لي بس isn't ما يجيش بعدها infinitive، اللي يجي بعده infinitive مين؟ doesn't. طيب number 12 we e-books، عايز اقول له احنا بنقرا الكتب الالكترونيه on our smartphones، هقول له we read. طب تنفع reads؟ لا طبعا، لان we ما يجيش بعدها الفعل فيه اس، وطبعا ما يجيش بعدها doesn't، ما يجيش بعدها الفعل فيه اي ان جي. طيب نمبر 13 I feel nervous، انا بشعر بالتوتر before competitions، قبل المسابقات. it's my problem، دي مشكلتي، يبقى انا دايما بيحصل لي الكلام ده، يبقى اقول له I always feel nervous. he number 14 he never goes to the gym. never يعني عمره ما بيروح الايه؟ الجيم. because he have time، عايز اقول له هو ما عندوش وقت. تنفع isn't ولا طبعا don't مش معانا، و always مش معانا. فاضل مين؟ isn't و doesn't. انا عندي هنا infinitive باخد مين؟ doesn't. افرض كان جاب لي هنا صفة او اسم او حرف جر، اخد مين؟ isn't. لكن ادام عندي infinitive اخد doesn't، يبقى he doesn't have time، هو ما عندوش وقت، عشان كده مش بيروح الجيم. نمبر 15 she always she بتحب الاس والاي اس والاي اي اس، هقول له she always هي دايما يبقى sends، يبقى she always sends messages، هي دايما بترسل رسائل to her friends. هنروح لنوع تاني من انواع الاسئله اللي بيقول لي complete the sentences، كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح
of the birds in practice. number 1 بيقول لي I have usually. اقول له لا، انا عندي هنا have ده فعل عادي، المفروض ظرف التكرار يجي قبله، يبقى الصح بتاعي usually have، لان القاعدة بتقول لي am و is و are قبل ظروف التكرار، اما الفعل العادي بعد ظروف التكرار، وده فعل عادي بحطه بعد ظروف التكرار. we بتاخد الانفينيتيف من غير اس، يبقى المفروض اقول له use. I never برضو I بتاخد الفيرب في الانفينيتيف، يبقى I never eat. number 4 ده سؤال بقى why ولقيت عندي مين؟ طارق ده كأنه هي، يبقى اقول له does. طيب لان هي وشي وات بياخدوا مين؟ does، يبقى why does طارق does وبعدها infinitive اهي. number 5 how does hybrid bus، كيف الهايبريد باص، لقيت مين؟ does، لسه قايلين ان does plus infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني فعل سادة بدون زيادة، يعني اقول له help اشيل الايه؟ الاس. number 6 what devices، ما هي الأجهزة؟ الأجهزة you I و we و you و they بيجي معاهم الفعل من غير اس، ولو حبيت اجيب له فعل مساعد اجيب له do، ما اجيبلوش does لان do ما فيهاش اس. number 7 my favorite website، يعني الموقع المفضل عندي، يبقى كأنه it. طب it بتحب الاس، يبقى تاخد مين؟ has. she usually هقول له goes، ان she وبعدها التايم اكسبريشن بتاع البريزنت اللي هو كلمة usually من الادفيربس اوف فريكوانسي اللي هو ظروف التكرار، يبقى بعدها الفعل في اس او اي اس او اي اي اس. انا عندي جو في اخرها او، يبقى اضيف لها اي اس. number 9 I always eat fast food I don't like it. I don't like مش بحبه، يبقى always ازاي؟ المفروض اقول له never، يبقى I never eat fast food لان مش بحبه. the children play sometimes، احنا لسه قايلين am و is و are قبل ظروف التكرار، والفعل العادي اللي زي play بعد ظروف التكرار، يبقى هنا الصح ان انا اقول له sometimes play، يبقى الفعل العادي بعد sometimes، بعد always، بعد never، بعد usually، تمام، بعد often. number 11 he usually لقيت برضو واحد من ظروف التكرار، ولقيت he، واتفقنا ان he وشي وات بعدهم الفعل فيه اس او اي اس او اي اي اس. طب هنا عندي drink في اخرها كي، يبقى احط لها اس. تعالى بقى لأهم سؤال النهاردة اللي هو rewrite the following sentences using the words in practice. ده سؤال جديد، بيقول لي rewrite يعني أعد صياغة الجملة باستخدام الكلمة اللي ما بين القوسين. جميل، تعال نشوف كده. بيقول لي the bus never stops near our house، يعني الأتوبيس ما بيقفش أبدا بجوار بيتنا، وعايز يستخدم doesn't نافي، عايز اقول له الاتوبيس ما بيقفش ابدا بجوار بيتنا، تمام، يعني مش هغير المعنى. امال هعمل ايه؟ انا عندي كلمة never نفي و doesn't نفي، يبقى انا هشيل never واحط مكانها مين؟ doesn't، لان never بتساوي doesn't. قال لي استنى، في مشكلة. never ينفع احط بعدها الفعل فيه اس، طب doesn't لا، الفعل اللي بعدها لو في اس بحذف الاس، دي كل المشكلة. يبقى الصح بتاعي the bus بدل never هتبقى doesn't.
وبدل stops هتبقى stop. فهمناها؟ يبقى انا عندي never بتساوي doesn't، بس في فرق بين الاتنين، ان never ممكن يجي بعدها الفعل فيه اس عشان قبلها the past اللي هو مين؟ it. اما doesn't مينفعش اللي بعدها الفعل فيه اس، لان doesn't plus infinitive. جميل كده، نمبر 1 خلصناه. هكمل بقية الجملة، بس انا كاتب لك بس الايه، الحاجة اللي فيها التركية. انت كمل بقية الجملة. يعني هتنزل بقى هقول له the bus واكتب هنا near our house. جميل. نمبر 2، علي lives in Cairo. علي بيعيش في القاهرة، وعايز يستخدم الكلمة اللي بين القوسين اللي هي مين؟ where. طب where معناها أين، ومعمولة وأولها حرف كابيتال، يبقى هو عايز يعملها سؤال، يحولها سؤال. يبقى هنا مش عايز يشيل كلمة مكان كلمة، لا عايز يحول الجملة لسؤال. طب هقول له سهلة. ترتيب السؤال هنا بيقول لي لازم الأول أكون فاهم معنى السؤال إيه. بيقول لي علي lives in Cairo، علي بيعيش في القاهرة، يبقى عايز أقول له أين يعيش علي، أو أين علي يعيش. هقوم كاتب له where، أين. تمام. طب أنا جبت كلمة استفهام اللي هي where، طب بعدها فعل مساعد. أجيب الفعل المساعد منين؟ قال أنا عندي الفعل فيه اس، يبقى أخد does وأشيل الاس. طب افرض كان قال لي live بس كنت خدت do. افرض قال لي lived فيها اي دي او في اخرها دي، يبقى اخد مين؟ did. طب تيجي نكتبها هنا كده. قال لي لو فعل مضارع في اخره اس زي كلمة lives اجيب منه مين؟ does. طب لو فعل مضارع مفيش في اخره اس اجيب منه do. طب لو فعل ماضي زي كلمة lived اجيب منه did. طبعا طب did و does و do و did plus infinitive يعني هيجي بعدهم مين؟ live. يبقى حول lives او lived الى live. يبقى where does. طب بعد الفعل المساعد اللي هو does هجيب علي. طب بعد علي هجيب مين؟ live من غير الاس. يبقى السؤال where does علي live، اين يعيش علي. تمام. جميل جدا. نمبر 3، he is from Egypt، هو من مصر وعايز مين؟ comes. هقول له في جملة تانية بتعبر على ان الولد ده من مصر اللي هي مين؟ he comes from Egypt. يبقى كل اللي هعمله اشيل مين؟ is واحط comes. يبقى الاجابة بتاعتي he comes from Egypt. يبقى اشيل is واحط مين؟ comes. السؤال اللي بعده he is never lazy، يعني هو عمره ما يكون كسول، يعني هو مش كسول ابدا، وعايز مين؟ clever شاطر. clever معناها شاطر. طيب ينفع اشيل lazy واحط clever؟ قال لي ينفع، بس المعنى اتغير. يعني لو قلت he is never clever المعنى اتغير. طب انا مش عايز اغير المعنى، اعمل ايه؟ هقوم شايل كمان never واحط مكانها always. يبقى he is always clever هي نفس المعنى بتاع he is never lazy. هو مش كسول ابدا، يبقى هو دايما شاطر. يبقى انا غيرت lazy الى clever، وعشان ما غيرش المعنى بتاع الجملة غيرت never الى always. ده السؤال بتاعنا الجميل اللي اسمه rewrite. نمبر 4 بيقول لي correct the mistakes in the following sentences. صحح الأخطاء اللي في الجمل الآتية. أقول له سهلة، ما احنا نفس الكلام اللي بنتكلم فيه. they بتاخد الفعل في الانفينيتيف. طب امتى يا مستر؟ قال لي لما الاقي كيورد من الكيوردز بتاعت البريزنت سيمبل اللي هو كلمة مين؟ often. طب بس كانت فينش حطيت لها زودت لها اي اس، يبقى شيل الاي اس، يبقى الصح بتاعي فينش. هيبقى معنى الجملة they often finish
their homework before dinner. يعني هما متعودين يخلصوا الهوم ورك بتاعهم قبل العشاء. طيب نمبر 2 what do she. ازاي she هتاخد do؟ ده هي وشي وات بيحبوا الاس والاي اس والاي اي اس، وفي النفي بياخدوا doesn't وفي السؤال بياخدوا does. يبقى انا هشيل do واحط مكانها ده سؤال يبقى does. وdoes بلس infinitive، ادي الانفينيتيف اللي هو مين؟ learn. نمبر 3 we aren't use technology wisely. عايز اقول احنا مش بنستخدم التكنولوجيا بحكمة. طب انا عندي هنا use infinitive، ازاي infinitive قبله aren't؟ ده الانفينيتيف في البريزنت سيمبل يا قبل يا don't يا doesn't. طب امتى اخد don't وامتى اخد doesn't؟ انا عندي we، عندي I ووي ويو وذي بياخدوا في النفي don't، وبياخدوا في السؤال do، وفي الجملة بياخدوا الانفينيتيف. يبقى انا هنا الصح بدل aren't هاخد مين؟ don't. نمبر 4 he doesn't spend much time on social media. ما يا مستر احنا متعودين ان هي بتاخد doesn't. تمام، بس doesn't بلس infinitive، وده مش infinitive، ده فعل فيه اس. قال لي دور بقى على الطريقة التانية للنفي. قال لي في نفي تاني بكلمة مين؟ never. never هي اللي بتقبل الفعل اللي بعدها فيه اس، اما doesn't بيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف من غير اس. نمبر 5 سؤال جديد جدا جميل، بيقول find the mistakes. تعال ندور بينا على الميستيكس، على الأخطاء in the following في الأسئلة اللي جاية دي and correct them، وتعال نصححهم. فنمبر 1 بيقول لي they always buy meat. هم دايما بيشتروا لحم. طب ما دي صح. تيجي نبص التكملة they don't like it at all. ده هم مش بيحبوها. يبقى ازاي دايما بيشتروها؟ ده يبقى الغلط بتاعي كلمة مين؟ always. يبقى اشيلها واحولها لكلمة never. دي لان never بتساوي كلمة at all مع نفي طبعا. they don't like it at all، هم مش بيحبوها على الاطلاق، بتساوي كلمة مين؟ never. يبقى مش كلمة always. يبقى ده المستيك اللي عندي وانا صححته. نمبر 2 هبة studies. ما هي هبة يا مستر بتاخد الفعل فيه اس او اي اس او اي اي اس، ما كده الجملة صح. قال لي لا، التركية اهي sometimes دي من الادفيربس اوف frequency، يعني ظروف التكرار. طب ظروف التكرار اللي بتيجي قبل الفعل الاساسي، يعني قبل studies مش بعد studies. يبقى الصح ان انا اعكس. يبقى هنا المفروض اقول له هبة sometimes studies late at night. يبقى انا اقول له الصح بتاعي sometimes studies. Number 3 where often do you use your tablet. ازاي where often do you؟ ترتيب ده سؤال، ترتيبه question word يعني كلمة الاستفهام اللي هي زي كلمة where، بعد كده helping verb اللي هو مين؟ do، بعد كده subject you، وبعد كده اجيب الادفيرب اللي هو often، بعد كده الانفينيتيف. يبقى الصح بتاعي where do you often use your tablet. يبقى الغلط عندي في كلمة مين؟ often do you، والصح بتاعها do you often. آخر سؤال نمبر 4 she doesn't help her mother in the kitchen. هي مش بتساعد مامتها في الكيتشن. أقول له ممكن أحلها بطريقتين، يا إما أشيل doesn't وأسيب helps، يبقى أقول له she never helps، لأن never نفي هيجي بعدها الفعل فيه اس. يا إما الطريقة التانية أقول له doesn't help، يبقى doesn't help واشيل الاس. يا اما النفي بنيفر ومع الاس، يا اما doesn't والفعل معاه من غير اس.